السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبأحسن الأحوال. النهارده هناخد جولة كده في البيت عندي. طبعا انا دخلت من باب الشقة. احنا حاطين في الطرقة اللي فوق، احنا مسمينها طرقة مش مسمينها صالة خالص. هي واسعة، هي زي ما حضراتكم شايفين كده. انا حاطة فيها سجادة وحاطة عليها الترابيزة اللي بناكل عليها. وطبعا اهيت. احنا هنا بناكل هنا بس ما بنقعدش هنا. ودي طبعا اوضه الاطفال زي ما حضراتكم شايفين كده. اياد وروان. روان على لوحدها على السرير اللي يمة الشباك. واحمد واياد على السرير ده. على ما ربنا يكرم كده ونعمل للولاد كل اوضه واحد اوضه لوحده. وطبعا الكمبيوتر بتاعهم شغال في اوضتهم اهوت. و دي كانت اوضه الاطفال. ودي بقى اوضه النوم بتاعتنا. والاستاذ احمد طبعا قاعد يلعب على الكمبيوتر. دي اوضه النوم بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده. انا طبعا دلوقتي حوالي الساعه 10. انا روقت وخلصت ترويق. وكنت طبعا في السوق. هنزل لكم برضو فيديو بالتسويقه اللي انا جبتها النهارده. الاسعار كانت جميله. انا بقى داخله هنا على الطرقه بتاعه المطبخ والحمام ده. الحمام اعزكم الله يعني. وطبعا حاطه قدامه التربو ده، حاطه فيه الشرابات عشان لما يجي حد نازلين او كده قبل ما يطلعوا من باب الشقه يجوا لابسين الشراب، او قاعدين في الشقه عادي. الشرابات بتبقى لوحدها كده في ركن بعيد عن الغسيل. وطبعا كل ما الميه ده ببقى حطاه لان الميه بتقطع عندنا كتير. وانا داخله بقى هنا على المطبخ. ادي المطبخ بتاعي يا جماعه. طبعا مروقه ومنضفه. ورحت السوق وجيت. ادي التسويقه بتاعتي اهيت. وطبعا كنت مطلعه فراخ كده عشان تفك. قلت بقى هعمل غدا بالمره. بس هنزله لكم فيديو تاني. وطبعا التسويقه اهيت. انا هنزل بقى على البيت من تحت. دي كانت الشقه اللي احنا بننام ونقعد فيها ناكل فيها يعني بس. انما القعده بتاعتنا بتبقى طول النهار تحت يعني. وبنطلع نتعشى وناخد سهرتنا بتبقى في الشتاء بس. انما في الصيف طول الصيف بنبقى تحت. هننزل بقى تحت. خليكم معايا ما تروحوش في اي حته. لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتعليق يخلينا نستمر. يلا بينا ننزل على تحت. دي بقى الشقة اللي تحت زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا سايبينها ببعضها كده عشان يعني اصحاب جوزي وناس بتيجي لجوزي يعني بتقعد معاه. سايبينها ببعضها كده على ما ربنا يكرم. وهنعمل المكان ده كله قعدة عربي او مجلس. طبعا انا مش عامله في الشقه ديت مطبخ. انا حاطه بس بوتاجاز هنا وكوبايات كوبايات للعصير وكوبايات للشاي عشان لما حد يجي ما افضلش قاعده طالعه ونازله. وطبعا الحمام لازم يكون في حمام. دي طبعا مكان القعده كده. ودي الشاشه.
وده بقى الانتريه بتاعي اللي انا متجوزه بيه. إيه، محدش يتريق يا جماعه، انا بقالي داخله دلوقتي على 16 سنه متجوزه. إيه، يعني مش متبهدل يعني ولا حاجه، او زي ما حضراتكم شايفين كده. وبنقعد عليه والله مبهدلين ومطلعين عينه زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. وده طبعا النيش بتاعي. إيه، ما عادش طبعا الموضه ديت. دلوقتي الموضه بقت اللي هي النيش بيبقى ضلفة واحدة كده بمجر. بيروح ويجي طبعا. احنا كنا مزينين هنا دلوقتي. البلالين ديت كان عيد ميلاد اياد. معرفتش اصور والله. بس ان شاء الله في عيد ميلاد احمد ان شاء الله هبقى اصور وانزل لكم الفيديو بتاع عيد الميلاد. ده طبعا كان الفيديو بتاعنا النهارده. بتمنى منكم بقى إن لو الفيديو عجبكم تحطوا الاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وطبعا ما تنسوش اللايك الحلو بتاعكم وتعليق يشجعنا يخلينا نستمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.